خسر الاسكواش واحد من اهم نجومه بعد اعتزال علي فرج المصنف الثاني عالميا. اعلن علي فرج اعتزاله للاسكواش عن طريق فيديو على منصه اكس. Today it feels like a goodbye not just to a game but to a life that has shaped who I am. نفس الفيديو اللي قال فيه انا عايز اتكلم عن حاجه اهم مني شخصيا واهم من اي رياضه، انا عايز اتكلم عن الشعب الفلسطيني اللي انا بتضامن معاه. علي فرج اتولد سنه 1992 وبدا مسيرته الاحترافيه في الاسكواش في 2005، وقدر في 2010 يحقق بطوله العالم للناشئين. اتخرج علي فرج من جامعه هارفارد، واثناء دراسته قدر يخلي فريق الجامعه ياخد اول لقب ليه بعد غياب 17 سنه. بعد التخرج ركز علي فرج اكتر على الاسكواش، وقدر يحقق لقب افضل لاعب لشهر ابريل 2015 من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش. فضل علي فرج يتفوق في لعب الاسكواش لحد ما كسب اول بطوله كبرى ليه لما كسب بطوله امريكا المفتوحه في 2017، وفي نفس البطوله فازت زوجته نور الطيب بلقب السيدات علشان يبقوا اول زوجين يحققوا نفس البطوله الكبرى في نفس اليوم. وللعلم الانجاز ده حصل تاني في بطوله مانشستر المفتوحه في 2023، لكن المره دي كان معاهم بنتهم فريده. علي فرج فضل في صداره التصنيف العالمي من بين مارس 2019 لحد مارس 2025. علي فاز ب 46 لقب في بطولات البي اس اي، وده بيخليه في المركز السادس في قائمه اكثر اللعيبه تحقيقا للالقاب في تاريخ اللعبه. معروف عن علي فرج روحه الرياضيه ولعبه النظيف، وده خلاه يكسب جائزه روح الاسكواش من زمايله اللعيبه في ال8 سنين اللي فاتوا 7 مرات. اعتزل علي فرج وهو في المركز الثاني في التصنيف العالمي لمحترفي الاسكواش بعد اقل من اسبوعين من النهائي الخامس ليه في بطوله العالم. قال انه كان بيتمنى يلعب في الاولمبياد الجايه، لكنه شايف انه بيعتزل في وقت مثالي.